النهارده هنعمل مع بعض سبونش الشوكولاته الفاخر في البيت، بس مقادير قليله جدا جدا جدا، اقتصادي جدا 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 جدا، مسام ضيقه وهش خطير، هيعمل معاكي 3 طبقات مرتاحين. يلا بينا على طول من غير ما اطول عليكم. عملنا السبونش الفاخر ده ازاي؟ يلا بينا، بس ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وتصلي على النبي وتسمي بسم الله. ويلا بينا نقول مقاديرنا. بعد ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام هنسمي بسم الله وهنحضر مع بعض. اول حاجه عشان نعمل سبونش الشوكولاته هنحضر القالب اللي هنحط فيه. الصينيه دي يا جماعه نفس مقدار السبونش اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده، اللي هو سبونش الفانيليا، عملته في اصغر مقاس في طقم الصواني المستطيله بالشكل اللي انت شايفاه ده. حضرتها ازاي؟ بدهنها بالزبده، ومش يا ريت ما تدهنيهاش بالزيت، الزيت ما بيديلهاش اللون اللي انت بتشوفيه معاكي في السبونج الفانيليا اللي احنا عملناه مع بعض. الزبده بتديها كرمله من تحت خطيره. تمام. بعد ما دهنت القالب زبده حطيت في الارضيه ورقه زبده. تمام. ورقه الزبده ديت بحطها بتخليلي السبونج يطلع معايا تحفه. وهبدر الجناب بالدقيق بس. ودلوقتي خلصت قالب الزبده، بدرته من الجناب بالدقيق، هركنه بقى على الجنب. خلاص كده. ليه بحضره اول حاجه؟ وطبعا معايا الفرن بتسخن. تمام. عشان خاطر السبونج ما ينفعش يقعد بعد ما بيوصل للفوم اللي هو بيوصله، عشان ما يهبطش معايا. بعد كده هنحضر المواد الجافه. تمام. عندي كوبايتين من الدقيق الفاخر. طيب، للامانه عشان انتوا عارفين ان انا بحب اتعامل معاكم بالامانه، الكيك او السبونج كيك عايزه نتيجه كويسه ويطلع سبونج تحفه، استخدمي دقيق الاهرام للكيك. تمام. فانا عشان اعادل المعادله او اوازنها، انا حاطه كوبايه من دقيق الاهرام عليها كوبايه من الدقيق العادي اللي هو متعدد الاستخدامات، وبقلبهم كويس جدا مع بعض كده. وبعد كده عشان انا اعمله سبونج شوكولاته، هشيل معلقتين من الدقيق ده، وزي ما اشيلهم مليانين برضو هحطهم كاكاو مليانين. تمام. ادي بسم الله معلقه، وادي التانية. زي ما انا شلتهم مليانين هحطهم مليانين. ادي بسم الله. ده كاكاو اسباني. تمام. دارك. المعلقه التانية. ابتدي اقلب كده. زي ما احنا اتفقنا الدقيق 2.5 كوباية نشا. هحط نص الكوبايه نشا. هنزل بيهم كده على الدقيق، نص كوبايه النشا. معايا معلقه كبيره هرميه كيك شيف. هبتدي اقلب الكلام ده كله كده مع بعض. بسم الله. لا، ومش هقلبه بس كمان، ده انا هنخل الخليط ده كله مع بعض. الخليط اللي احنا قلبناه مع بعض ده اللي هما 2.5 كوباية دقيق، شلت معلقتين من الدقيق، حطيت معلقتين من الكاكاو كبار مليانين، ومعلقه كبيره هرميه مليانه من الكيك شيف، وعليها نص كوبايه نشا. بص كده، الكاكاو لازم يتنخل. وبكده نكون حضرنا المواد الجافه. هنقلبهم كده مع بعض بالشكل اللي انت شايفاه ده، ونركنه على جنب. هنجيب مع بعض بوله هننزل فيها باربع بيضات، 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ. هنزل عليهم بذره من الملح اللي هي بين صوابعك كده بالشكل ده، مش اكتر من كده. عندي كوبايه مش مليانه بالسكر، بس الحبيبات ناعمه جدا. تمام. ولو عندك بودر عادي بتنزلي بيه، بس مش هنزل عليه دلوقتي. عندي هنا معلقه كبيره من الخل كمحسن قوي جدا للكيكات او المعجنات باكمل.
عندي معلقه كبيره كده من الفانيليا بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهبتدي اضرب البيض ده لما يعمل معايا رغاوي شويه كده. يعني انا مش هنزل بباقي المكونات دلوقتي. اول ما ابتدي بضرب على السرعه الهاديه بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبعد كده ببتدي اعلي السرعه. زي ما اتفقنا هنضرب لما يعمل معانا رغاوي كده عاليه وفوم شويه هش. طيب احب اقول لك هتفرق معايا الخطوه دي؟ هتفرق. هتخلي لك القوام يعني سبونج، العجينه الاسبونج هتلاقيها معاكي عامله زي المارنج بالظبط، وهوريكي ده بالخطوات. بعد كده هبتدي انزل عندي بمعلقه كبيره مليانه من المحسن الجل. تمام. وزي ما انت شايفه كده البيض عندي بقى قوامه عامل ازاي. تمام. اضرب شويه وابتدي انزل عندي بنص كميه السكر. عفوا. انزل تاني بكميه السكر، وبعد كده هنزل بكميه الدقيق بتاعتي. بسم الله. وعندي كوبايه ميه لسه مطلعاها من الفريزر. انا عايزه اوريكي التشبيره بتاعتها. بصي شايفاه الخط معايا اهو. بصي. بسم الله. هبتدي اضرب الكلام ده الاول على سرعه هاديه عشان الدقيق معايا ما يعفرش، وبعد كده هبتدي اضربه على اعلى سرعه. بسم الله. كده بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي اضرب بقى، وطبعا هيبقى معايا الاسباتولا. كل شويه هنزل في الجناب. الخليط ده الدليل على انه يعني ضربه اكتمل، هيديكي لون فاتح، لون الموس. تمام اهو. هبتدي اضرب زي ما اتفقنا. كل شويه هقلب الجناب دي وانزل الاطراف واقلب شويه عشان بيبقى من تحت بيبقى فيه تكتلات ودقيق. لو تاخدي بالك كل شويه بيبتدي يفتح معايا وقوامه يتقل. تنسيش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وتدعي دعاء جميل كده حلو معانا. انا مش هطول عليكي ما تقلقيش، بس انا حابه اقول لمتابعين الحبايب الدعاء الجميل التحفه ده، وهو ايه؟ جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو اهله. امين يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل المرسلين. حبيبتي هنكمل ضرب. وده شكل الاسبونج بتاعي بعد ما ضربته بالمضرب. بسم الله ما شاء الله. ببتدي اقلب الخليط كده من تحت لفوق كده بالراحه خالص. طبعا محضرين القالب. عرفت بقى ان احسن حاجه تحضري كل حاجه قبل ما تعملي المقادير الكيكه بتاعتك. بصي تحطي على طول الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله اللهم بارك. تحفه. نزله. ابتدي كده انزل. بسم الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بصي تحفه. بصي لون السبونج كان لونه غامق خالص في الاول، بعد كده فتح معايا لون الموز بالظبط. ابتدي انزل كل اللي في الطبق. بجيب عندي خلة شاووش طاووق، شيش طاووق، شاووش طاووق، شيش طاووق بالشكل اللي انت شايفاه ده، وابتدي اساوي الكيك في كل حته كده بحيث ان يطلع لي قالب متساوي، مش حته عاليه وحته نازله، لا بالشكل ده. واطلع الهواء كده. اهم خطوه هي الخطوه دي، ان انا اطلع الهواء عشان الكيك عندي ما يبقاش مفرغ من جوه بالشكل اللي انت شايفاه ده. بسم الله ما شاء الله. اخبطه 3 خبطات كده.
طبعا الفرن بتسخن من قبل ما نشتغل في اي حاجه. الرف حطاه في النص، مشغله من تحت بس يوصل للعلو اللي هو المطلوب، وبعد كده ببتدي اهدي عليه النار يبقى تمام التسويه. بياخد معايا من ساعه الا ربع لساعه حسب الكهرباء عندك، وهوريكي شكله النهائي عامل ازاي. ونسيت اقولك بشغل من تحت بس، ما بشغلش الشوايه غير في الاخر خالص لما عايزه اديها لون. بس طبعا دي شوكولاته مش هتاخد معايا لون، بشغل من تحت بس. بصوا حبايب قلبي بقى، السبونج الشوكولاته تحفه، 3 طبقات ممتازين. هطلعه معاكم بس عشان خاطر هو لازم يبرد وتاني يوم نشتغل فيه. النهارده عملت لكم السبونج، بكره هنزينه. طبعا هو خالع مش محتاج اي حاجه. طبعا بس نجيب بس صينيه نحط عليها السبونج. هقلبه معاكم وهوريكم شكله، ما شاء الله اللهم بارك، تحفه فنيه، اقسم بالله تحفه فنيه. بصي الجمال، ما شاء الله اللهم بارك، حكايه. هوريكي مسام مضيق ازاي، ولا اللي عاملينه بدقيق سبونج. بصي اللون، بصي المسام، اللهم بارك، يعني تحفه تحفه بجد تحفه. انا مش هقطعه النهارده، هقطعه بكره معاكم واحنا بنزوقه. بس يعني نفسي اسمعكم صوته، اقسم بالله انا نفسي اسمعكم صوته. انا خايفه اقرب له يا جماعه، بجد خايفه اقرب له. ما تنسيش تجربي السبونج الشوكولاته على طريقتي، بس حصري في قناه الف هنا وشفا. بس جربيها، وما تنسيناش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلي الجرس، وتشتركي في القناه لو انت لسه مشتركتيش. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. بالله عليكم، وعايزين كومنتات حلوة كده ولايكات كتير 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 قوي ترفع لنا الفيديو، وخلينا نحقق الشروط بقى. ايدكم معانا، ربنا يكبر بخاطركم. جربوها على طريقتي وبألف هنا وشفا. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.